السلام عليكم متابعيني الأعزاء، ازيكم عاملين؟ وحشتوني جدا ومعلش بتأخر عليكم في نشر الفيديوهات اليومين دول. النهارده معانا لقطات يا جماعة قدام حضراتكم، وهي من شارع أحمد أبو سليمان بالإسكندرية بعد الرصف والسفلتة. فنتمنى من السادة المسؤولين بقى يا جماعة يكون في صناديق هنا عشان ما نشوفش الشارع بعد السفلتة بأسبوع وأقل من أسبوع كمان، هنلاقيه مليان بالزبالة زي ما حضراتكم كنتوا عارفين. فيا ريت يا جماعة الصناديق عشان الشارع يفضل نضيف كده زي ما حضراتكم شايفين، ونحافظ عليه برضو ومحدش يرمي حاجة في الأرض. يعني أهالي المنطقة يا ريت نحافظ على الشارع كده يا جماعة، ويكون في صناديق إن شاء الله. وأخيرا يا جماعة، يعني بعد عمر طويل السفلتة دي في شارع أحمد أبو سليمان بقاله فترة متسفلتش، فأخيرا سفلت يا جماعة والحمد لله. ألف مليون مبروك لأهالي المنطقة، وأتمنى الشارع يفضل نضيف كده. ياريت بقى اللايك والاشتراك في القناة لو حضرتك أول مرة تشوف قناتي، وتفعيل جرس الكل عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. وبالنسبة لمحور المحمودية بالبحيرة يا جماعة، ناس كتير بتسألني من حضراتكم ايه أخبار محور المحمودية وعايزين فيديوهات وكده. أنا مستني يا جماعة يكون في جديد في محور المحمودية. أنا كل ما أروح ألاقي الشغل بطيء، مفيش جديد بيحصل. هو آخر مرة الأنفاق كنت مصورها لحضراتكم وكده، المفروض يتعمل كباري على المية، كباري عايمة. كل حاجة تعتبر زي ما هي، فمفيش جديد لسه. وبالنسبة لمشروع مترو أبو قير، أنا برضك مش شايف أخبار أكيدة وأخبار حقيقية عشان أروح أعمل فيديوهات. برضك لسه مفيش جديد، والتأجيلات زي ما هي. فإن شاء الله أي جديد أقول لحضراتكم بإذن الله. سلام، وأشوف حضراتكم على خير.